انا ست عمليه، احب دايما يومي يبقى مثمر. يعني ايه مثمر؟ يعني اليوم ما يعديش كده مرور الكرام، لا، ما يمرش كده اليوم كده مني مرور الكرام، لا بالعكس، لازم يومي كده يبقى فيه يعني شغل. ومش اي شغل، لا ده يعني شغل تقيل وشغل كتير، وحاجه كده اللي هو ايه بنسميه كده هارد ورك، حاجه كده يعني تحس ان هو ايه. لا مش اي حد بيعمل الحاجات اللي انا بعملها دي، مش غرور والله، لا بس بجد فعلا. المهم الفيديو النهارده طبعا زي ما انتم شايفين عندنا اوردر فراخ، وقررت ان انا بقى ايه اقعد انضف الفراخ كده في الهواء الطلق. مطلوب مني الفراخ البيضه دي، عايزه اقول لكم الناس كلها عجبتها جدا وهيتجننوا عليها كده من طعمتها. بس طبعا انا مش ملاحقه، لان انا ما عنديش كميه اقدر اغطي بيها كل المنطقه عندي او كل الناس اللي بتطلب. انا بس يعني ايه بحاول كده ارضي على قد ما اقدر، اراضي الناس على قد ما اقدر. المهم مطلوب مني اوردر 5 فرخات، رحت واخداهم بقى كده زي ما انتم شايفين. وطبعا الرزق يحب الخفيه، طالما انا عندي الحاجه ما شاء الله مربياها، فمفيش مانع ان انا ابيع لي مثلا 5. آه، يبقى ده مكسبي، انتوا فاهمين قصدي ازاي؟ يعني انا مثلا دي مش اول 5 بيعهم، لا انا بعت قبل كده، بعت قبل كده حوالي اللهم صل على سيدنا محمد، حوالي 10 قبل كده. فلو انا كان عندي كتير طبعا، انتوا كنتوا ما شاء الله اكيد يعني متابعيني من زمان، فعارفين ان انا كان عندي كمية فراخ كتيرة، كان عندي كتير، فكان لازم ان انا ابيع منهم عشان اطلع مكسب ليا، عشان احس ان انا فعلا ما بصرفش بس، لا يعني انا عايزة يبقى ليا في دخل. فعايزة اقول لك ببيعها بكام؟ ببيعها ب75 الكيلو. هتقولي لي ماشي، ما في المحلات ب90 و85، لا ما انا ماليش دعوة بالمحلات، انا يعني احب كده ابقى ايه هينة لينة كده مع الناس. فبحب يعني مش لازم اكسب او لازم يعني يبقى الحاجه بتاعتي غاليه، لا بالعكس، بحب ابقى هينه كده مع الناس، بحيث يعني كل اللي ياكل الحاجه مني يدعي لي. ماشي. فقبل ما نبدا بقى في الفيديو، صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. اذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حطوا بقى لايك للفيديو، والايد الكسبانه والايد الشقيانه كسبانه، واللي ما بيربيش ما ياكلش. وفعلا يا جماعه والله العظيم، اللي بيتعب وبيصبر بينول فعلا، يعني نهايه الصبر جبر كده زي ما بيقولوا. هنا بقى رحت ماسكه الفراخ بتاعتي، بسم الله ما شاء الله. طبعا هما في الاول كان منظرهم ما يسرش كده، عدو ولا حبيب في الاول بيبقى ليه بقى؟ لان الفرخه لما باجي اعملها بتقعد تتمرمغ في الارض في التراب، بس مش مشكله عادي، في الاخر بتتغسل. بصوا بفضل اغسل فيها لحد ما تبقى لونها زي القشطه كده زي ما انتم شايفين، بتبقى بيضه كده وزي ايه زي الفل. والله بجد زي ما انتم شايفين. فحته ان هي الفراخ الريش بقى بتاعها بيبقى فيه تراب وكده مكان ما بتتمرمغ في الارض، ده عادي يعني. في ناس بتحط يعني لما عند الراجل بتاع الفراخ بيحطها في برميل او حاجه زي كده، بس انا ما عنديش برميل. جيت جربت احطها في موضوع الجرادل ده، لقيت ان الجردل صغير عليها وهي بتنط بتطلع بره الجردل، فما بيبقاش عملنا حاجه يعني. فانا بحب كمان ايه اسيبها تفرفر على الارض كده، ترفرف قصدي على الارض، وتتنطط براحتها، تاخد راحتها يعني. حطيتوا لايك للفيديو ولا لا؟ الفيديو النهارده كله كده حماس كده وحيويه ونشاط كده وطاقه ايجابيه اهو زي ما انتم شايفين. وصدقيني والله العظيم الشتاء داخل علينا، هاتوا ربوا يا جماعه. وبصوا يعني اعملوا لنفسكم كده انتاج، واعملوا لنفسكم بصوا احنا داخلين على ايام بيضة. ايام صعبة جدا، والحياة بقت صعبة وغالية، كل حاجة بقت غالية حوالينا، الفاكهة غالية والخضار غالي واللحمة والفراخ والسمك، كل حاجة بقت اسعارها فلكية حرفيا. فطيب ماشي، انا بايدي ايه دلوقتي اعمله في بيتي؟ اكيد مش هيبقى بايدي مثلا ان انا يعني ما اشتريش الخضار والفاكهة والحاجات دي، لا لازم هشتري، لان انا مش هعرف اعملها في البيت او مش هعرف ازرعها في البيت، وحتى لو زرعتها هتطلع لي ايه؟ يعني انتاج بسيط خالص، نص كيلو ولا كيلو، مش هو ده اللي هيكفيني. فلازم اشتري. طب اعمل ايه؟ اعمل الحاجه اللي انا اقدر اعملها في البيت، زي ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، فراخ دي اسهل حاجه ممكن اي ست بيت تعملها. هتجيبي لك كام فرخه وتجيبي لهم العلب بتاعهم وتبداي تربيهم. والله 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 يا جماعه ما في احلى ولا اجمل ولا اطعم من الفراخ اللي انت بتبقى مربيها في البيت، وبتكبر وبتقلبظ وبتبقى بص بسم الله ما شاء الله زيها زي اللي انت بتشتريها بالظبط في الحجم، لكن لا في الطعم حاجه تانية. فعلا اللي جربت تربيه الفراخ البيضاء وداقت الفراخ اللي هي مربياها في البيت، مستحيل ان هي تشتري فراخ من بره، مستحيل كده من ربع المستحيلات. تحفه.
تحفة تحفة كده بمعنى الكلمة، ما شاء الله. بنتعب بنشقى بنتعب على الاكل عيشنا، بس هنعمل ايه؟ زي ما بيقولوا كده في المثل، بيقول ايه؟ الرزق يحب الخفية. ايه المشكلة يعني؟ ما انا يومي 24 ساعة، فيها ايه يعني لو خدت من ال 24 ساعة دول 10 ساعات اشتغلت فيهم؟ بس هرتاح بقى فترة، هرتاح على حس الساعات دي فترة. وزي ما بقول لهم كده، اتزنقت مثلا في فلوس، او مش بلاش اتزنقت، انا محتاجة فلوس، محتاجة ان انا احس ان انا كسبت، محتاجة فلوس اشتري بيها خضار، اشتري بيها فاكهة، اشتري بيها رز، مكرونة، بقوليات، شاي، سكر، زيت، كده حاجات زي كده. فاعمل ايه؟ فاخد من هنا احط هنا، زي ما بيقولوا كده ايه، من دقنه وفتله. مش عارفة المثل معناه ايه، بس هو كده يعني، من دقنه وفتله. فاللي هو ايه، اخد مثلا 5 فرخات زي دول ابيعهم. طيب ال5 فرخات دول 10 كيلو، 10 كيلو بكام؟ يحسبوها معايا كده. ال10 كيلو كده في 75 جنيه، ب750 جنيه. يبقى ال5 فرخات واقفين عليا ب750 جنيه. طيب ال750 جنيه دول اطلع اجيب بيهم شوية فاكهة، شوية خضار كده احطهم في التلاجة، 3 كيلو رز، 2 كيلو سكر، ازازة زيت، باكوين شاي، كده، وامشي نفسي وامشي اموري. بس طبعا انا ابقى عامله حسابي ان انا عندي الفراخ بتاعتي، انا عندي فراخي انا للبيت، ما ينفعش ان انا اخد من الفراخ اللي انا مربيها لعيالي ولبيتي، يبقى انا كده ما عملتش حاجه. لا، لازم اخلي لنفسي برضو، وابقى عامله حسابي كده اللي يكفيني الشهر كله، والزياده عليا بقى ابدا ان انا اصرف نفسي بيه واجيب حاجات تانية. او مثلا بلاش نجيب زيت وسكر ومكرونه ورز، نجيب علف، نجيب بيهم مثلا شكارة علف للفراخ اللي بعديها. فاهمين قصدي ازاي؟ برضو من دقنه وفتله. فلا لا لا، بجد الفراخ البيضة دي ربنا يديمها علينا نعمة. بس يعني انا بتمنى ان هي بس سعرها ينزل ويرجع زي الاول. سعرها غالي قوي يا جماعة، وصلت عندنا 45 و46 جنيه الكتكوت. عمري يوم عمره طبعا ما كان بيوصل للأرقام دي خالص. كان يعني يوم ما بيوصل ل30 جنيه كنا بنقول ازاي وليه، ده غالي قوي. بس هو غالبا في الشتاء، مع دخلة الشتاء كده أسعاره بترفع، بس مش الدرجات دي يعني. في الصيف بقى بيبقى حلو، بيبقى سعره حلو، بيبقى ب20 22 كده في الحدود دي. لأن في الصيف تربية الفراخ في الصيف مقرفة، الفراخ بتموت أصلا في الصيف، بيبقى الجو حر جدا وبيجي لها احتباس حراري، فبتبقى عايزة مراعية فظيعة. الناس اللي زي حالاتي كده مش بيربوا في الصيف، لكن الشتاء بقى بتبقى حلوة، فكله بيبقى مقبل على الشراء. فطبعا بيبقى خلاص، فبيغلوها زي اي سلعة كده، الناس هتتهبل عليها، فشيء طبيعي هيغلوها. انت زي مثلا لو انت مثلا عندك 5 فرخات، ولقيتي ال5 فرخات دول 15 واحدة مكلمينك عليهم، هتحطي السعر اللي انت عايزاه ولا لا؟ ليه؟ لان لو دي ما خدتش دي هتاخد، لو دي ما خدتش دي هتاخد. كذلك الامر في كل البضائع، طالما المعروضات اقل من الطلب، العرض اقل من الطلب، يبقى على طول الحاجة بتغلى. لكن لما بيكون العرض اكتر من الطلب، يعني البضاعة كتيرة، لو انا عندي مثلا 100 فرخة وفي زبونة قالت لي لا ده انا عايزة 5 بس هتقعد بقى تفاصل، فماشي انا همشي نفسي عشان ما يفضلوش قاعدين في قرابيزي. فاهمين قصدي؟ زي هي كده بالظبط. اكيد انتوا فاهمين حاجة زي كده يعني. فربنا يعيننا يا رب ويقوينا ويرزقنا يا رب، انا وانتوا وكل الناس، ربنا يرزقنا جميعا ويرزق كل الستات، وكل واحدة كده يبقى عندها الحاجة الحلوة، المشروع الحلو اللي تعتمد عليه كده، ويعني يبقى معاها دخل كده، ويبقى معاها فلوس، ما تبقاش قاعدة مستنية فلوس جوزها يديها فلوس، يبقى نفسها في حاجة مستنية برضو، يا إما يديها يا إما ما يديلهاش. وغالبا ما بيديهاش، لأن هم برضو يا عين الله يكون في عونهم، وراهم حاجات كتير، وراهم مسؤوليات كتير، وعيال وبيت ومدارس ودروس وجامعات وليلة كبيرة قوي. فبتبقى نفسك في الحاجة، فبتقعدي بقى ساكتة، بتتبطي كده وتسكتي. طب وانتي ليه لا؟ شغلي نفسك واعملي لنفسك حاجة كده، لنفسك كيان هتصرفي منه على البيت، بس في نفس الوقت انتي ليكي جزء خاص بيكي. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني انا بكلمكم دلوقتي مثلا وضرسي هيموتني من الوجع، فاللي هو لا، انا عايزة ابيع كام فرخة كده واطلع على طول على الدكتور، لان خلاص ضرسي جاب اخره. واخده حطيت الشريط البرشام، شريط المسكن جنبي اهو، والله العظيم جنبي على المخدة، لان وجع السنان صعب وكمان اجرة الدكاترة حاجة صعبة برضو. فربنا يعين الناس كلها يا رب ويعيننا جميعا. هنا بقى ايه، النور قطع بس جه تاني على طول. هنا بقى ايه، خلاص نضفت الفراخ بتاعتي، هكيسها لهم بقى كده واحطها لهم ايه في اكياس على حسب الطلب يعني.
اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبكده خلاص الفيديو بتاعنا يكون خلص. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة.